وهذا هو هتافكم اليوم يا من خرجتم في هذه الجمعة لا مساومة ولن نساوم بإذن الله تعالى. أيها الكرام، أيها الإخوة المجاهدون الأطهار، تحية عز اليوم ومجد وفخار إلى أسرانا الأبطال القابعين خلف قضبان الحديد من على أرض غزة العزة، غزة المقاومة والجهاد. نرسل التحية، كل التحية إلى أسرانا الأبطال، وعلى رأسهم الشهيد فارس بارود، والذي نال شرف الشهادة بإذن الله تعالى. أيها الكرام، الكلمة الآن للهيئة الوطنية العليا، يلقيها الأستاذ الفاضل أبو سليم أبو دقة على بركة الله تعالى. ردها الصاع مربع، احرقوا باليد اربع. ردها الصاع مربع، احرقوا باليد اربع. ارض الخالين الحرة نهج الدوار، يا ارض الخالين الحرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوات الكريمات، أبناء شعبنا العظيم، في مسيرات العودة وكسر الحصار وفي المخيمات الخمس، تمر اليوم الجمعة 46 وشعبنا يواصل مسيراته الكبرى بكل ثبات وعنفوان من أجل أن يثبت للعالم كله بأنه مستمر في حراكه الوطني حتى تحقيق أهدافه التي نادى بها منذ الجمعة الأولى من هذا الحراك في 30 من مارس آذار 2018. إننا وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية نؤكد أننا ثابتون ومستمرون في مسيراتنا السلمية. فهذا هذا العدو الجبان الذي يحاول إيقاع الخسائر في صفوف شعبنا سيستمر في مخططاته التبعية ضد زحفكم الهادر، إلا أن حراكنا متمسك بثوابته والأهداف التي انطلق من أجلها، ولن يحيد عنها مهما كانت النتائج والتحديات. ونحن اليوم وإذ نقترب من الذكرى السنوية الأولى لهذا الحراك الشعبي المستمر والمتواصل رغم كل التحديات ومحاولات الاحتلال وأعوانه للالتفاف عليه، إلا أننا نجدد التأكيد على أن راية الوطن الذي قدم شعبنا من أجله الآلاف الشهداء والجرحى من أجل أن يعيش بكرامة وعزة لن تسقط، وعليه فإننا مستمرون في هذا الجهد، وكل جهد وحراك يعيد للقضية الفلسطينية اعتبارها ومكانتها كقضية مركزية للأمة العربية والإسلامية. ومن هنا ومن وسط هذه الجماهير التي خرجت اليوم لتتحدى الاحتلال وتؤكد أنها لن تساوم على حقها في كسر الحصار الظالم الذي يدخل عامه ال13 على التوالي وسط هرولة غالبية الأنظمة العربية على التطبيع مع العدو الصهيوني والتخلي عن واجبها في نصرة وإسناد ضلال شعبنا وتعزيز صموده وثباته فوق أرضه. نحيي كافة الأطراف التي رفضت التساوق مع الاحتلال ومخططاته العدوانية والإجرامية ضد شعبنا وقضيتنا العادلة. ولا ننسى هنا أن نشيد بالدور الكبير الذي بذلته جمهورية مصر العربية للتخفيف وطأة الحصار عن شعبنا
وتجنيبه عدوانا جديدا يحاول الاحتلال من خلال خلط الأوراق